من فترة بسيطة أعلنت الشرطة الليبية وبالأخص إدارة مكافحة السحر والشعوذة عن القبض عن أخطر ساحر في البلد كلها، وكان اسمه إبراهيم مسعود. واتقبض كمان معاه على أخوه الكبير والمساعد بتاعه، واسمه أحمد مسعود. وقضيته أثارت ضجة كبيرة جدا، لأنه قدر إنه يعيش لمدة 9 شهور في بيت فيه عيلة كاملة، ومحدش منهم قدر إن هو يشوفه، وكأنه كان لابس طاقية إخفاء. وحرفيا كل الأعمال اللي قام بيها إبراهيم كانت أغرب من الخيال، ومحدش ممكن يصدقها. وتبدأ الحكاية سنة 2004 مع شاب ليبي بيعيش في مدينة بني غازي اسمه إبراهيم مسعود. إبراهيم كان أخد قرار مهم في حياته لأسباب كتيرة جدا ومحدش يعرفها، والقرار ده إنه كان يتعلم السحر بكل أنواعه. وفعلا قدر يجمع بعض الكتب عن السحر الشهيرة ويتعلم منها، لحد ما في النهاية تعمق في دراسة السحر الأسود، وقدر إن يعمل عهود ومواثيق مع الشيطان نفسه عشان يسخر خدام من الجن يساعدوه في كل أعماله. وكان إبراهيم يوم عن يوم بيزيد شغفه بالموضوع، وكان تمسكه بيه غير طبيعي. ومع الوقت بدأ إبراهيم يتشهر وسط الناس بأنه معالج روحاني وراجل عنده كرامات وموهبة ويقدر يساعدهم. وفي نفس الوقت إبراهيم كان ذكي جدا، قدر يوهم الناس إنه راقي شرعي ومعالج بالقرآن الكريم، وكان بيقدر يمثل التقوى والورع والزهد في الدنيا، وبيكلمهم بطلاقة ويقول للناس إن هو مجرد سبب وإن الشفاء من عند الله رب العالمين. عشان كده الناس صدقوه وانبهروا بيه كمان، وبدأ صيته ونفوذه يزيد يوم بعد يوم، وبقى بيطلب مبالغ كبيرة قوي من الناس، ومحدش اعترض عليه والكل كان بيدفع. ولما لقى نفسه قادر انه يعمل ثروة كبيرة، قرر انه يوسع في المجال ويجيب اخوه الكبير علشان يساعده في شغله، واللي كان اسمه احمد، وعلمه كل اسرار السحر الاسود وازاي بيتم تحضير خدام من الجن. وفعلا الاخين بقوا على استعداد ان هم يعملوا اي حاجة علشان خاطر يجمعوا فلوس، لحد ما جت في بالهم فكرة شيطانية ان هم فعلا هيساعدوا الناس بس على طريقتهم. وفعلا بدأوا ينفذوا الخطة بتاعتهم، ويجيلهم شخص مسحور أو ممسوس فيساعدوه، وبعدها يسلطوا عليه جن أو يعملوا له سحر عشان يتعب مرة تانية ويزورهم ويدفع، ويكرروا ده معاه تاني وتالت ورابع. وأيا كان الشخصية اللي كانت بتتعامل معاهم كان غالبا بيخرج من عندهم وهو مسحور أو ممسوس بسببهم. وكان من ضمن الشخصيات اللي جات لهم كان شاب من عيلة معروفة جدا في ليبيا اسمها عيلة الغراري. الشاب ده كان بيشتغل في مجال العقارات، وكان شغله في الأيام دي مش أحسن حاجة، وظن إن حد عامل له سحر بوقف الحال، فقرر إن هو يزور الأخين ويحكي لهم على مشكلته. وفعلا وعدوه إن هما يساعدوه، وطلبوا منه يكتب اسمه على ورقة بيضة ويقفلها بأربع أقفال كنوع من أنواع التحصين، وبعدها قروا على الورقة تعويذة معينة، وطلبوا من الشاب ساعتها يدفنها في حوش البيت بتاعه. والورقة دي للأسف ما كانتش مساعدة ليه، كان سحر للشاب نفسه اللي جه عشان يستعين بيهم. ومن اليوم ده اتدهورت حالة الشاب وباع كل أملاكه علشان يتعالج عندهم لحد ما اتدمر تماما. ورغم كل ده كانت بتزيد شهرة الأخين يوم عن يوم، وده خلاهم منبوذين في العيلة بتاعتهم، لأنهم كانوا عارفين ومتأكدين إنهم سحرة ومش عاوزين، وما كانوش بيعالجوا بالقرآن ولا حاجة. وكان أولاد خالتهم دايما بيأكدوا ويحذروا الناس إنهم يقربوا منهم أو يتعاملوا معاهم لأنهم سحرة. وده طبعا كان بيزيد غضب الأخين اللي قرروا إنهم يأذوا أولاد خالتهم الأربعة. وفعلا أول واحد فيهم جاله فشل كلوي وكان هيموت، والتاني عمل حادثة عربية كبيرة ومات، والتالت حصل له نوع من أنواع الجنون وتخلص من نفسه، والرابعة وهي كانت أختهم الصغيرة اتجننت. وتسببوا كمان في أذى بنت اسمها مونيا، وعملوا لها سحر شديد جدا لأنها كانت بتتعالج من مس، وبعد ما عالجوها سلطوا عليها جن وحصل لها مس وبدأ يجيلها نوبات صرع، وبعد كده البنت ماتت. وحالات كتيرة قوي اتأذت بسببهم ملهمش عدد ولا حصر. وأحمد وإبراهيم كانوا بيسلطوا الجن على الضحايا، بالإضافة إن هم كانوا بيعملوا سحر اسمه سحر الطاعة وسلب الإرادة علشان لما يطلبوا فلوس من الضحايا في أي وقت يدفعوا من غير ما يفكروا. وزادت شهرتهم أكتر وأكتر، والضحايا والناس اللي كانت بتعالج بالقرآن بدأت تقدم فيهم بلاغات في الشرطة، وتحديدا مكتب مكافحة السحرة. وإبراهيم لما اتأكد إن هو خلاص هيتقبض عليه ساب أخوه وقرر إن هو يهرب، وعمل حاجة أغرب من الخيال مش ممكن تسمع عنها أو تشوفها تاني في حياتك، لأنه كان مطلوب في بيت بنت ممسوسة وأهلها كانوا طالبين منه إن هو يعالجها. ولما راح وعالج البنت قرر إن هو يعيش معاهم عشان يختفي شوية عن الأنظار. بس إزاي هيعيش معاهم وهم عايشين في البيت؟ عشان كده إبراهيم بدأ يستجمع كل علومه الشيطانية، وبخر البيت كله بنوع من أنواع البخور،
ودق 40 مسمار عليهم طلاسم في البيت كله، وكتب على كل الجدران تعويذ محرمة، وعمل سحر وحطه في مشروب وشرب منه كل اللي كان موجود في البيت. وكان كل هدف إبراهيم في الوقت ده إن هو يسحرهم بنوع سحر معين يخليهم عايشين معاه، بس محدش منهم شايفه خالص. وفعلا قدر ينجح في ده، وعاش 9 شهور كاملين في بيتهم بياكل ويشرب مع أهل البيت، ومحدش منهم يعرف ده. وقدرت الشرطة الليبية تقبض على أخوه أحمد، ومع أول قلم اعترف بكل حاجة بالتفصيل، وبلغ كمان عن مكان أخوه. ولما الشرطة راحت للبيت وفتح لهم الراجل سألوه عن إبراهيم، ساعتها أنكر إن عنده حد بالاسم ده. والشرطة اقتحمت البيت علشان يلاقوا إبراهيم جوه، وعرفوا ساعتها إن الراجل ما كانش بيتستر عليه ولا حاجة، وإنه طلع مسحور، وما كانش يعرف إن إبراهيم عايش معاهم وبينهم من 9 شهور وفي قلب بيته. وفي النهاية يتقبض على إبراهيم، ولكن وهم بيحققوا معاه وحاطينه في السجن الاحتياطي فجأة يختفي، وكأن الأرض اتشقت وبلعته، ومحدش عارف هو اختفى فين لحد دلوقتي. واتقسموا الناس لرأيين، ناس منهم قالوا ان هو هرب فعلا، والبعض التاني قال دي مجرد إشاعة عشان تهول من قدرة إبراهيم، ويعرفوا الناس ان هو قادر يعمل أي شيء وفي أي وقت. وفي النهاية محدش قدر يوصل لمعلومة مؤكدة، بس الأكيد ان ده شخص باع روحه للشيطان، والويل ليه والأمثاله من رب العالمين.